ازيكم طلبة سنة تالتة إعدادي؟ النهاردة هنكمل معاكم سلسلة حل امتحانات المحافظات لمادة الدراسات الاجتماعية ترم أولاني عام 2024 من كتاب الامتحان. معانا النهاردة محافظة الجيزة، وهسيب لكم في آخر الفيديو إن شاء الله اللي هي شاشة النهاية عن فيديو حل محافظة القاهرة اللي هي رقم 1. أول سؤال في الجغرافيا بيقول لنا: أمام خريطة لقارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، اكتب ما تدل عليه الأرقام التي على الخريطة بكراسة إجابتك. 1 خليج المكسيك. 2 مصب نهر الأورونوكو، والنهر الأورونوكو ده موجود في شمال أمريكا الجنوبية، وده بيصب في المحيط الأطلنطي. 3 جبال روكي. 4 حدد الإقليم المناخي للمنطقة المظللة في القارتين. طبعا ده إقليم المعتدل شرق القارات اللي هو الصيني. سؤال ب بيقول لنا: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. تعد من أهم جزر قارة أفريقيا جزيرة هل أيسلندا ولا نيوزيلندا ولا تسمانيا ولا مدغشقر؟ الإجابة هتكون مدغشقر، لأن أيسلندا تبع قارة أوروبا، ونيوزيلندا وتسمانيا تبع قارة أستراليا. رقم 2: تستطيع مشاهدة جبال طوروس إذا زرت دولة تركيا. 3 تنمو في إقليم المناخ المعتدل البارد شرق القارات. وإقليم المعتدل البارد شرق القارات اللي هو الإقليم اللورنسي مش الصيني. هل هتنمو فيه أشجار جوز الهند ولا الصنوبر ولا البلوط والمهوجني؟ الإجابة هتكون الصنوبر. تمام، لأن إقليم اللي هو جوز الهند ده بينمو في الإقليم الموسمي، والصنوبر والشربين ده بينمو في الإقليم المعتدل البارد شرق القارات اللي هو قاصد بيه اللي هو اللورنسي، والبلوط في الإقليم المعتدل الدفيء شرق القارات اللي هو الصيني، والمهوجني في الإقليم الاستوائي. فالإجابة بتاعتنا هتكون الصنوبر. تنتمي الأقزام إلى السلالة طبعا الزنجية. بعد كده سؤال ج: انقل الجدول التالي إلى كراسة إجابتك ثم أكمل الفراغات. المنطقة رقم 1 هو مش مديهالي، هو عاوزها بس كاتب لي إن هي في قارة آسيا، وإن هي أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان يعني، والسبب فيها التربة الخصبة. طبعا دي هتبقى جزيرة جاوا. المنطقة التانية هو مديهالي اللي هي فنلندا، والقارة مش كاتبها لي، ومدى التركز يقل فيها السكان. فنلندا دي دولة في قارة أوروبا، فهتكون القارة هنا أوروبا، يقل فيها عدد السكان لأن هي موجودة في شمال القارة، فهكتب السبب هنا شدة البرودة. المنطقة الثالثة سيدني، القارة استراليا. مدى تركز السكان طبعا يتركز فيها السكان لأن بها المدن الكبرى التي تقع على السواحل الشرقية للقارة. السؤال بعد كده: صوب ما تحته خط. تتميز قارة أوروبا، هو كاتب لي هنا استقامة سواحلها. طبعا الاستقامة هتتغير وهنكتب تعرج. 2 يفصل قارة أستراليا عن جزر أندونيسيا بحر، طبعا أرافورا. 3 يمتد بحر الرمال العظيم بين دولتي مصر وليبيا. 4 يرجع انتشار الإنسان في قارات العالم القديم إلى أواخر عصر طبعا البلايستوسين. سؤال ب بعد كده في الجغرافيا بيقول لنا: بما تفسر تعرف هضبة التبت بسقف العالم؟ هقول لارتفاعها عن قمم الجبال. رقم 2 في بما تفسر قلة أهمية أنهار أوب ويانسي ولينا الاقتصادية في فصل الشتاء. احنا عارفين نهر أوب ويانسي ولينا دول موجودين في شمال قارة آسيا. طيب بيقل أهميتهم ليه؟ لأن الأنهار دي تتجمد في فصل الشتاء. يبقى الإجابة هنا هنكتبها إيه؟ لأنها تتجمد في فصل الشتاء. 3 تعتبر حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية. هقول لأنها تعيش بها حيوانات آكلة العشب مثل الزراف والفيلة، وحيوانات آكلة اللحوم زي أو مثل الأسود والنمور. 4 ارتفاع معدلات المواليد في قارة أفريقيا بشكل كبير. هقول له يرجع ذلك إلى عدة عوامل. 1 انتشار الفقر والأمية في معظم دولها. ب الاعتماد على الزراعة البدائية والرعي. رقم 3 انتشار بعض العادات والتقاليد السلبية مثل الرغبة في إنجاب أكبر عدد من الأبناء، وتفضيل الزواج المبكر للإناث. تمام، ده إجابة بما تفسر. نيجي على سؤال ج: قال لي هنا: تختلف الخصائص الاقتصادية
لسكان العالم وفقا لتنوع الأنشطة التي يقوم بها السكان في كل دولة. في دول عبارة أجب عما يأتي. صنف الدول الآتية من حيث الدخل: المكسيك والكونغو. المكسيك من الدول ذات الدخل الاقتصادي فوق المتوسط، والكونغو من الدول ذات الدخل الزراعي المنخفض. سؤال ب بيقول لنا قارن بين قوة العمل في الدول المتقدمة والدول النامية من حيث النشاط الاقتصادي. يعني قوة العمل في الدول المتقدمة بتشتغل بالنشاط ايه، والدول النامية قوة العمل فيها بتشتغل في النشاط ايه. قوة العمل في الدول المتقدمة تعمل في الصناعة والخدمات بشكل كبير، ويقل العمل بها في مجال الزراعة. بينما الدول النامية يعمل قوة العمل بها في مجال الزراعة والنشاط المرتبط بها، ويقل العمل في مجال الصناعة. يعني قوة العمل في الدول المتقدمة هتكون عكس قوة العمل في الدول النامية من حيث النشاط. بعد كده التاريخ بيقول لنا هنا سؤال رقم 3 ألف: حدد المقصود في كل عبارة من العبارات الآتية. تجنب السلطان سليم الأول الصدام معهم لتفوقهم حضاريا وعسكريا. طبعا تجنب الصدام مع الدول الأوروبية، يبقى هنكتب هنا الدول الأوروبية. اتفاقية عقدت بين الفرنسيين والعثمانيين عام 1800 ورفضتها الحكومة البريطانية. طبعا دي اتفاقية العريش. قام محمد علي بإنشاء على النيل لتحسين طرق الري. طبعا دي القناطر الخيرية. 4 أغلقت في عهده معظم المدارس ومعظم المصانع وتم تخفيض حجم الجيش. طبعا ده عباس باشا الأول. 5 قام الخديوي إسماعيل بتوجيه الحملات الحربية إليها لمنع تجارة الرقيق. طبعا الأقاليم الاستوائية. الأقاليم إيه؟ الاستوائية الأفريقية. بعد كده عندنا سؤال ب أول حاجة بيقول لنا أيد بالأدلة التاريخية صحة العبارات الآتية. تطلع البكوات المماليك للانفراد بحكم مصر عام 1768. هقوله هنا حيث استقل علي بيك الكبير بحكم مصر وصار الحاكم الفعلي لها عام 1768، مستغلا ضعف الدولة العثمانية، ثم قام بإخضاع الحجاز لنفوذه وإرسال نائبه محمد بيك أبو الدهب لغزو الشام، واستطاع دخول دمشق. بعد كده السؤال اللي وراه: ازدهار النقل والمواصلات في عهد محمد علي. هقوله حيث قام هنا ألف بتمهيد وتأمين الطرق البرية والبحرية. رقم ب بناء أسطول في البحرين الأحمر والمتوسط. رقم ج تطهير البحر الأحمر من القراصنة. رقم د حفر الترع والاهتمام بالمواني المصرية. تمام. بعد كده السؤال رقم 3 في الأيد: فرض الاحتلال البريطاني لمصر سياسة اقتصادية تخدم مصالحه. ايه السياسة الاقتصادية اللي فرضها الاحتلال البريطاني على مصر اللي خدمت مصالحه؟ قال لي هنا هنقول رقم ألف: التوسع في زراعة القطن لتوفير المواد الخام للمصانع البريطانية. رقم ب محاربة الصناعة المصرية بتسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في السوق المصري. كده خلصنا السؤال ب اللي هو أيد بالأدلة. سؤال ج: أمامك صورة لشخصية وطنية، وضح ما يلي. عاوز اسم صاحب الصورة، ممكن أنا ما أكونش عارفها، هقرأ السؤال اللي وراه. حادثة قام باستغلالها 1906 للتنديد بالاحتلال البريطاني. أنا عرفت صاحب الصورة من رقم 2 اللي هو طبعا هيكون صاحب الصورة مصطفى كامل. طيب حادثة قام باستغلالها عام 1906 للتنديد بالاحتلال البريطاني. طبعا دي حادثة دين شواي 1906. بعد كده السؤال اللي وراه رقم 4 ألف: تعرضت تعرضت دولة المماليك، اللي هو السؤال صح وغلط يعني. تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 1498. طبعا الإجابة هنا صح. ب نجحت قوات الحملة الفرنسية على مصر في إخضاع أهالي الصعيد. طبعا الإجابة غلط. رقم 3 اجتمع زعماء الشعب
بدار المحكمة وقرروا عزل رياض باشا عام 1805. طبعا الإجابة غلط، هم قرروا عزل خورشيد باشا طبعا. 4. جاءت شروط عقد الامتياز الثاني لحفر قناة السويس مجحفة لمصر والمصريين، الإجابة صح. 5. أنشأت المحاكم المختلطة بهدف الحد من المساوئ المحاكم القنصلية، الإجابة صح. بعد كده بيقول أمام خريطة لسير القوات البريطانية على مصر 1882 وضح ما يلي: مدينة انسحب إليها العربيون وقاموا فيها الاستحكامات لمواجهة الجيش البريطاني، طبعا دي مدينة كفر الدوار. 2. المعركة التي شهدت بطولات مصرية خالدة واستشهد فيها الضابط محمد عبيد، طبعا دي معركة التل الكبير. بعد كده سؤال جيم: استمر المصريون في مواجهة الاحتلال البريطاني والكفاح من أجل الاستقلال. في ضوء العبارة السابقة أجب عما يأتي: ما المقصود بالحماية البريطانية؟ الحماية البريطانية هي قاصد بها خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني. بعد كده، ما العلاقة بين نتائج معاهدة 1936 ومؤتمر مونترو اللي هو 1937؟ هقوله: حيث نتج عن معاهدة 1936 إلغاء الامتيازات الأجنبية وفقا لمؤتمر مونترو 1937. سؤال رقم 3 بيقول لنا: وضح الأثر الناتج عن رفض جنود الشرطة المصرية التسليم للقوات الاحتلال البريطاني في 25 يناير 1952. هقول: أدى ذلك إلى وقوع الصدام بين قوات الاحتلال البريطاني وعناصر الشرطة المصرية، واستشهد الكثير من المصريين، ثم وقع حريق القاهرة في اليوم التالي 26 يناير 1952. وبعدها بدأ انتهاء النظام الملكي وقيام ثورة يونيو 1952 بتاعة جمال عبد الناصر. وبكده يا جماعة يكون انتهينا من حل محافظة الجيزة لعام 2024 من كتاب الامتحان. أتمنى لكم إنكم تكونوا استفدتم من الامتحان، وتابعوني في القناة علشان هنزل إجابات الامتحانات المحافظات التالية إن شاء الله، وبالتوفيق للجميع.